إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن أسباب الشقاق والتباغض بين الزوجين، وذكرنا أن من أهم هذه الأسباب موضوع النظر، وله شقان. الشق الأول النظر إلى ما حرم الله من النساء الأجنبيات، فيتعلق القلب بالمرأة وينشغل الرجل عن زوجته ويقارنها بغيرها ويود أن له هذه وهذه وهذه. الشق الثاني ذكرنا أن الرجل قد يعجب بما عند غيره، يمد نظره إلى ما عند غيره فيبدأ يقارن حاله بحال غيره وزوجته بزوجة غيره، فينشأ الشقاق والتباغض بين الزوجين. تكلمنا في اللقاء السابق عن موضوع غض البصر وما يتبعه من عواقب على الإنسان في الدنيا والآخرة. اليوم مع الشق الثاني والمحظور الثاني في موضوع النظر، وهو لا يقل خطورة عن الموضوع الأول، وقد عمت به البلوى، وهو أن يمد الإنسان عينه إلى زينة الحياة الدنيا عند غيره. الله سبحانه وتعالى في سورة طه خاطب نبيه خاصة، والخطاب للأمة جميعا تبعا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. حتى نقف على هذا المعنى سوف نقسم الآية إلى 3 مواضع. الموضع الأول: ولا تمدن عينيك. الثاني: لنفتنهم فيه. الثالث: ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك. قال العلماء: مد العينين هو إطالة النظر إلى ما عند الغير، فإن العبد سيرى زينة الحياة الدنيا لا محالة أيا كان مستواك. سوف ترى أن هناك من هو أغنى منك وأعلى منك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال العلماء: ليس النهي المقصود نهيا عن النظر، ولكن النهي نهي عن مد العينين إلى ما عند الغير والتأمل والتدقيق والتحسر على فوات ذلك. يا ريت كان ده بتاعي، ده المقصود. وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخلاق المؤمن. في البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأى شيئا من متاع الدنيا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. طب إيه اللي يترتب على مد العينين إلى ما عند الغير؟ إيه المشكلة يعني لما أبص على بيت غيري وعربية غيري ومرات غيري؟ هناك 3 عواقب لهذا النظر. الأول أنه يورث الحسرات في القلب. الإنسان طالما مد بصره إلى ما عند غيره وتمنى ما عند غيره تحسر قلبه أنه فقير. حسن البصري بيحذرني ويحذرك، يقول لك إياكم والدخول على الأغنياء فإنها مسخطة للرزق. تخش عند الغني، هو احنا عايشين ايه يا عم ده؟ ايه الفرش ده؟ وايه العربية دي؟ وايه البيت ده؟ احنا مش عايشين. هذا قصد الإمام حسن البصري، إياكم والدخول على الأغنياء فإنها مسخطة للرزق. العبد دائما ينظر ويتحسر. كلنا قد يكون سمع قصة قارون في القرآن الكريم. آتاه الله من الكنوز ما لا يحصى ولا يعد. يقول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته. قارون استعمل شهوة النظر فأغرى قومه بالنظر إلى أمواله وزينته، فخرج عليهم بكامل الزينة ليفتنهم وليلفتهم عن سيدنا موسى. سيبكم من موسى، خليكم معايا. وفعلا نطق قوم بما يريده قارون، بس مين اللي اتكلموا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الناس اللي ما لهمش في الآخرة ولا الدين، هو ده اللي يبص عند غيره ويتمناه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هو ده الإشكال. الإنسان طالما مد بصره يريد أن يكون قارون، وقارون يا أخوانا موجود في كل عصر وفي كل مكان، ولكل فقير قارون. كل واحد شايف الأعلى منه قارون. الغني شايف الأغنى بالنسبة له قارون، وأغنى واحد شايف الأغنى منه في بلد تانية قارون، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا الأمر تراه في أبسط الأمور. تلاقي إنسان ليس في يده فيشوف موبايل مع واحد وهو لا يحتاج هذا، إنما النظر جعله يتمنى ويتحسر ويجي يسألك يا شيخ ممكن اشتري موبايل بالتقسيط؟ هتعمل به ايه؟ لا اصل انا عايز اطور. القصه جت منين؟ انه مد بصره شاف اللي مع غيره رغم انه مش محتاجه. موضوع المهور وتجهيز العرايس والله ما اهلك الناس الا موضوع النظر. اجيب زي جاري واعمل زي بنت عمها وبنت خالها وزي صاحبتها لحد الامر اصبح لا حد له. بنجيب حاجات ملهاش ضروره بسبب النظر. كل ذلك حسرات، وبعد ما يجيب حد جاب احسن منه يتحسر ازاي انا ما جبتش الحاجه دي. في ناس بتجيبها بعد الدخله يوديها لبنته عشان ما تبقاش جارته جابت احسن. النظر ده يا اخوانا فيه هلاك الناس وحسره القلوب. الامر الثاني انه قد يؤدي الى الانتكاسه. يعني ايه الانتكاسه؟ ترى العبد مؤمن وصالح الا انه ادمن النظر الى ما عند غيره فيتحسر ويبدا بالتفكير كيف يحصل على ما حصلوا عليه. ازاي ابقى فلان زي فلان الغني؟ ازاي ابقى زي فلان؟ اجيب زي فلان؟ ابني بيت زي فلان؟ يقوم يفكر ولا يصل إلى ذلك ولو بطريقة غير شرعية، فيبدأ بعدم إتقان العمل يسرق في الحاجة اللي بيعملها، ويفكر في الاختلاس،
وفي السرقة وفي الرشوة، بل ربما القتل. اسأل أي واحد أخذ المال بالحرام، مع إن عنده البيت وعنده العربية، ليه عملت كده؟ يقول لك عايز أجيب فيلا، ولو عنده فيلا عايز أجيب شاليه، ولو عنده عايز أجيب عربية أحسن. يا عم أنت عندك، ولكنه موضوع النظر. وبعدين يبدأ يستحل ما حرم الله عز وجل، فيأكل أموال الناس بالباطل، ينصب، يتاجر في المخدرات، يبيع حشيش، بس هو عايز يبقى زي فلان. يبقى أول حاجة يورث الحسرات في القلب، يؤدي إلى الانتكاسة. ثالث حاجة جحود نعمة الله عليه. الإنسان طالما بينظر ويقارن نفسه بغيره، سواء في الهيئة أو في الشكل أو في الصحة أو في الوظيفة أو في المال أو في الأولاد أو في الزوجة، وغالبا يقارن نفسه بمن هو أعلى. دايما أنت بتقارن نفسك بالأحسن، قد يجره ذلك إلى أنه لا يرى نعمة الله عليه في شيء. هو احنا عايشين؟ تسأله يقول لك احنا عايشين. الناس اللي عايشة دي اللي بيصيفوا كل سنة في أوروبا، الناس اللي عايشة اللي بيغيروا عربية في كل سنة، بيغير الموبايل كل شهر، جايب شقة لكل واحد من ولاده. ده التفكير. طالما انت بتقارن، أنت لا ترى نعمة الله عليك أبدا، فتجحد نعمة الله عليك. وينسى هذا العبد المسكين أن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق بحكمته، ولم ينسى أحدا. قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. زي قارون ما عمل. إن قارون كان من قوم موسى، عمل إيه؟ فبغى عليهم. وانت لو بقيت قارون ستبغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طب إيه ربنا عمل إيه؟ ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بحكمة. إنه بعباده لخبير بصير. حكمة وعدلا، لا عبثا وظلما. تعالى عن العبث والظلم جل شأنه. فينسى هذا العبد أن الله قسم الأرزاق. أهم يقسمون رحمة ربك وأنتم اللي بتوزعوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. طب الحل هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجهني ووجهك. في حديث أبي هريرة في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لو بصيت للي فوقك هتجحد نعمة الله، عمرك ما هتشوف انك في نعمة أبدا. ليه؟ لأنك بتقارن باللي أحسن منك. عايز ترضى وتحمد ربنا وتعرف انك في نعمة، انظروا إلى من هو أسفل منكم. هتلاقي نفسك غني، هتلاقي نفسك صحيح، هتلاقي نفسك عندك وظيفة غيرك ما عندوش، ما شاء الله سليم وولادك سلام، غيرك مش كده. فتعلم وقتها نعمة الله عليك. المبارك فوري رحمه الله يقول: إن العبد إذا نظر إلى من هو فوقه، إلى من فضل عليه في النعمة، نسي نعمة الله عليه. أكيد. وإذا نظر إلى من هم دونه عرف نعمة الله عليه فحمد وشكرها. يبقى دايما تقارن نفسك في أمور الدنيا بالأقل، وده مش عيب. سيدنا عمر قال لك كده: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. ما انت خارج بتسأل نفسك: هو يا رب اديته ليه وما اديتنيش؟ ده يا اخوانا جوهر الموضوع. عايز تقارن في أمور الدنيا، تقارن بمن هو دونك، بمن هو دونك. الأمر الثاني: لنفتنهم فيه. يبقى الله سبحانه وتعالى أعطى ناس
من متاع الحياة الدنيا، أموال وأولاد وزوجة وكل حاجة. ليه؟ حبا؟ كرامة؟ لا، الله سبحانه وتعالى بينها لنفتنهم فيه. الله يبين الحكمة من هذا العطاء وهذا التمتيع، أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم ويفتنهم. يبقى أنت مش واخد الموضوع ده تهيص. الأموال دي والأزواج دي والأولاد واخدهم ابتلاء. فمن شكر واعترف كانت نعمة. لو أنت عندك الأموال دي وحمدت ربنا وشكرت عليها وعرفت أنك في نعمة فهي نعمة. ومن جحدها كانت نقمة من الله عليه. كانت نقمة من الله عليه. أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول في كتاب الإحياء: إذا دخل العبد المؤمن على مترف بعيد عن الله عز وجل، لو دخلت واحد من أهل المعاصي غني، فليعلم أن قيمته في متاعه. الراجل ده من غير الحاجة دي ولا شيء، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان قيمة الرجل متاعه. من غير العربية دي ولا حاجة، من غير البيت دي ملوش لازمة، من غير الفلوس اللي عنده دي ملوش لازمة. ليه؟ لأنه سقط من نظر الله عز وجل وهو صغير جدا عند الله. الراجل ده اخواننا من غير حاجة، فلان ده ناقص الفلوس والعربية والبيت؟ لا شيء، لا شيء، لأنه لا علاقة له بالله عز وجل. طب المؤمن يعمل ايه؟ فإذا دخل المؤمن عليه فاندهش ومد عينه كان ذلك استعلاء من العاصي على المؤمن. لو انت دخلت بقى وانا راجل كده شيخ ولا راجل صالح ودخلت انت ما شاء الله انت ربنا كرمك، وانا عارف ان هو بتاع مخدرات وبتاع حشيش ولا بتاع دعاره، فانا كده بقول له يعني انت حلو قوي بعيد عن ربنا. كان استعلاء من العاصي على المؤمن. طب يعمل ايه؟ ولكن على المؤمن ان يزدري هذه الامور والا يلقي لها بالا. ما يلقيش لها بالا. ليه؟ فإن الدنيا تمضي سريعا وتذهب جميعا وتقتل محبيها ويندمون حيث لا ينفع الندم ويعلمون أنما كانت اختبارا وفتنة. هو مش واخد الأمور دي حب. اسمع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الطبراني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، راجل فاسق وربنا موسع عليه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به أهلكناهم. لما عصوا أهلكناهم؟ لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تعاصي أهلا وسهلا، خد من الدنيا بقى. ليه؟ عشان تبعد أكتر عن الله عز وجل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا سقطوا في الاختبار أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما عندوش حاجة تفيده، ما عندكش رصيد عند الله عز وجل، فرحت بالدنيا وأخذك الله بهذه الدنيا. يبقى موضوع الفلوس يا أخوانا، موضوع زينة الدنيا ده موضوع اختبار، موضوع فتنة. أفرأيت إن متعناهم سنين، هتعيش كم سنة؟ يعني 100 سنة تتمتع، عيش. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جالك الموت، هتنفعك الفلوس؟ أغنى واحد في الدنيا يقدر يمنع عن نفسه الموت؟ عمرنا ما سمعنا حد يقول أنا مش هموت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هي دي يا أخواننا زينة الحياة الدنيا.
لن تغني عنك من الله شيئا. الحديث ده بيقول لنا ان الله سبحانه وتعالى حينما يبسط الدنيا للعاصي ليس حبا له ولا كرامة له عند الله عز وجل. الحديث ده بيقول لك إن قيمة المؤمن ليس فيما يأكل ولا فيما يشرب ولا فيما يلبس ولا فيما يسكن ولا فيما يركب، إنما قيمة المؤمن بما في قلبه من إيمان وحب لله ورسوله وموالاة لله وأوليائه ومعاداة لأعداء الله. دي قيمة المؤمن. هذا الحديث بيقول لك برضو إن حقارة هذه الدنيا من حقارتها الله سبحانه وتعالى لم يجعلها ثوابا للطائعين. مش شرط إنك تكون مؤمن وغني، ولم يجعل الحرمان منها عقوبة للعاصين. ولا عمرنا شفنا العاصي بيفتقر، ده بالعكس. يبقى ما حدش يتغر في الدنيا. لم يجعلها الله ثوابا للطائعين ولا عقوبة للعاصين، فتراه سبحانه بسط لأهل المعاصي في الدنيا وزوى الدنيا عن أهل الطاعة. ليه؟ ليقربهم إليه سبحانه وتعالى. هي دي يا أخوانا حقيقة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ليفتنهم فيه وليبتليهم لينظر من يشكر ومن يكفر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الفقرة الثالثة في الآية: ورزق ربك خير وأبقى. حد يسأل هو في رزق مش بتاع ربنا؟ يعني ايه رزق ربك؟ أليس الرزق كله من عند الله عز وجل؟ قال العلماء: الله سبحانه وتعالى نسب الرزق إلى نفسه للتشريف، وكأن الله سبحانه وتعالى لما كان رزق الكافرين والعصاة خالطه حال أصحابه من كفران النعمة وجحودها وما ترتب عليه من عقوبة في الدنيا والآخرة، كان كالمنكور انتسابه إلى الله عز وجل. شوف كده، يكون ابنك فاسد وحد يقابلك في الشارع، ابنك ده تقول له لا مش ابنك، رغم انه ابنك، بس انت لا تفتخر انه ابنك. وانما الله سبحانه وتعالى اختص رزق معين، قال: ورزق ربك خير وابقى. عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسمت بينكم أرزاقكم. يبقى الأخلاق يا أخوانا دي رزق، عشان ما حدش يفتكر إن كل الرزق فلوس. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسمت بينكم أرزاقكم. اسمع: وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يبقى الفلوس مع العاصي ومع المؤمن. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان أغنياء دخلوا الجنة بغناهم، ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، خد ضمان انه دخل الجنة مهما عمل بفلوسه. ويعطيها الله العصاة قارون وابو لهب وابو جهل ومن يعيشون معنا هذه الأيام من العصاة. ليس حبا، ليس شرط في إعطاء المال الحب، إنما الحب شرط في إيه؟ في الإيمان. ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، إلا لمن يحب. يبقى لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا منع عن عبده الدنيا قد يكون هذا المنع عطاء، لأنه منع حفظ وصيانة. ربنا سبحانه وتعالى ما اداكش الفلوس عشان يعصمك من المعاصي،
ما ادكش الفلوس عشان ما تنحرفش. يبقى العطاء أو المنع من الله عطاء للعبد يحفظه من الوقوع في المعاصي. وبعدين أهل العلم هم أصحاب الرزق الحقيقي، الربانيون من أهل العلم هم أصحاب المواقف المشرفة أمام الفتن. قارون لما خرج بزينته من أعجب به؟ الذين يريدون الحياة الدنيا لا يريدون الله ولا يريدون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هم ده اللي عايزينه. عيشني النهاردة موتني بكرة. يا عم ده انت هتخش النار بالفلوس دي، يا عم عيشني. إنما أهل الإيمان قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما تبصش في الدنيا، في دقيقة ممكن تسيب الدنيا، تذهب سريعا وتمضي جميعا في ثانية، ما تلاقيش عندك حاجة، لا يبقى إلا ما في قلبك اللي هتقابل به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ده الرزق الحقيقي. الصحابة رأوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حريرا أهدي أو جيء إليه به من عند كسرى. تخيل بقى كسرى أغنى واحد في الدنيا ساعتها باعت حرير طبيعي للنبي، والصحابة كانوا يلبسون الصوف والخيش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثل ذلك، كان يلبس الملابس فتؤثر في عنقه صلى الله عليه وسلم. لما رأوا الصحابة هذا الحرير دفع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه وأراد أن يعلمهم درسا. قال أتعجبون من هذا؟ وده عجبكم؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وأطيب وأحسن. الفور بتاع سعد بن معاذ أحسن من الحرير الطبيعي ده، لأن ده من الدنيا. حاجة الآخرة لما تسمع كده وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، كل عينك اصبري والله ستلتذين، ولكن متى؟ إن غضضت بصرك، إن رضيت بالآخرة، إن علمت أن الآخرة خير وأبقى. أما تؤثر الدنيا فليس لك حظ في الآخرة. رزق ربك خير وأبقى. لماذا؟ ليه؟ أيا كانت هذه الدنيا فالدنيا دار تعب، دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح. المؤمن لا يفرح لرخائها ولا يحزن لشقائها. جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. وإنه سبحانه وتعالى يأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ده المفروض يا اخوانا فقه المؤمن عن الدنيا. ازاي ترضى بيها بدل عن الآخرة؟ وهي دار التواء لا تستوي لأحد. لو كانت الدنيا دار مقام ما عذب فيها الأنبياء، ما ألقي إبراهيم في النار، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا الدنيا ليست دار استواء. طب العلاج فين؟ أن تعلم وتوقن أن رزق ربك خير وأبقى. رزق ربك العاجل بالإيمان والعلم والعمل الصالح، والآجل بما يدخره الله لك في الآخرة من النعيم المقيم بجوار الرب الكريم. واعلم أنه خير مما أوتي هؤلاء وأبقى، لأنه لا ينقطع أبدا، لأنه لا ينقطع أبدا. مختصر الموضوع، كلام اليوم ليس دعوة إلى هجر الدنيا ولا إلى الزهد فيها، إنما كلام اليوم دعوة للتوازن في هذه الدنيا. فلا تشغلك
عما خلقت له، ارضى بما قسم الله لك، وخذ من الدنيا ما يوصلك إلى الله عز وجل. ده المطلوب من المؤمن، خذ من الدنيا ما يوصلك إلى الله. مش عيب انك تكون غني، ولا مش معنى انك تكون غني مش هتخش الجنة. لسه قايلين عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما دخل الجنة بمالهم بما قدموه لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله به من زهرة الدنيا. الخوف انك تنشغل بيه، والخوف انك تحس ان الدنيا احسن من الاخره. لما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحصير وقد اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير وانت تنام على الحصير. النبي بقى ما قالوش فعلا يا عمر يبقى هاتوا لي حاجه احسن شويه. قال يا ابن الخطاب اما ترضى ان لنا الاخره ولهم الدنيا؟ انت عايز دنيا واخره يعني؟ اما ترضى ان لنا الاخره ولهم الدنيا؟ وفي روايه اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا له، اللهم اشغلنا بما خلقتنا له، اللهم اشغلنا بما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا حاجة إلا قضيتها له يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، واغفر خطيئاتنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة.